لو بتدور على مكان رائع على النيل، لو حابة مكان خيالي تعملي فيه فوتو سيشن وبسعر مفاجأة، لو عايز مكان لفرحك أو عيد ميلادك، لو عايزة مكان تكتبي فيه كتابك أو تعملي فيه مناسباتك الخاصة، لو عايزين مكان للعزومات أو حفلات التخرج، لو عايزين خروج التصوير وقعدة على النيل أحلى على الأحلى ب50 جنيه بس، اتفرجوا على الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني للبرد اللي في صوتي، بس أنا حبيت ما تأخرش عليكم أكتر من كده. المكان اسمه سيشن لامار، فيه أكتر من 25 لوك أو خلفية تصوير جديدة ومتجددة. لامار معناها بريق الذهب، وده الإحساس اللي بتحسه مع إضاءة المكان. اللوكيشن هنا وبقية المكان تحت على النيل مباشرة، مكان رايق وقعدة ولا أحلى. والرائع إنك تقدر تدخل وتستمتع بالجمال ده كله برسم دخول 20 جنيه 20 جنيه بس، وتقدري ب50 جنيه بس تقعدي وتتصوري بكاميرا الموبايل بتاعك زي ما انت عايزة. ايوه زي ما انت عايزة ب50 جنيه بس. والمكان فيه كافيه وقعدات على النيل زي ما قلنا، تقدروا تقعدوا وتتصوروا زي ما انتوا عايزين، هنشوفه كمان شوية. هنا تقدروا تروحوا وتتصوروا في باريس ولندن في ثانية إلا ثانية. في فرنسا هم عندهم برج ايفل في باريس، واحنا عندنا كوبري ايفل في حديقة الحيوان بالجيزة. المهندس ايفل هو اللي عمل الاتنين. احنا جامدين قوي. وده برج الساعة، اشهر معالم لندن. ودي عربية سندريلا الشهيرة. الاماكن كتير وكلها جديدة وحديثة. تعالوا ننزل ونقرب من النيل ونشوف الدنيا فيها ايه. المكان مبهج ومريح للنفسية. مفيش أحلى من قعدة النيل، ضيف عليها الخضرة الموجودة في المكان وخلفيات التصوير الرائعة. هتلاحظوا حضراتكم إن مفيش قعدة زي التانية، كل قعدة ليها روح وجو مختلف. شايفين المرجحة القمر دي؟ تحفة. في المكان هنا علاوة على أماكن السيشن، ده بيعتبر الكافيه الموجود في المكان، اسمه بوشينكي. هوري حضراتكم الأسعار في نهاية الفيديو. أسعاره حلوة بالنسبة للمكان وإنه موجود على النيل. يعني الشاي مثلا ب17 جنيه والكنز ب25 جنيه. وزي ما قلت لحضراتكم في الأول، بال20 جنيه رسم الدخول تقدروا تقعدوا، مش لازم تطلبوا حاجة، لكن الأسعار معقولة لو حبيتوا تاخدوا حاجة. الديكورات كلها ما شاء الله جديدة وحديثة، اللهم بارك. أنا نسيت أقول لحضراتكم إحنا فين بالظبط. إحنا في كوكب المعادي الجميل، تحديدا كورنيش المعادي قدام مستشفى النيل بدراوي تحت كوبري السلام. أنا اكتشفت المكان بالصدفة، كنت في الباخرة ريفر بوت قريب من هنا، واكتشفت المكان وأنا ماشي. المدخل الفخم والديكور الحلو خلاني أدخل واصور لحضراتكم. اتمنى ان المكان ينال رضاكم، وقولوا لنا في التعليقات عايزين اماكن تاني زي دي ولا ايه، عايزين شويه تفاعل كده. الله يخليكم. مكان تاني رايق. شايفين الجمال؟ جميله قوي القعده دي. النيل وجماله ربنا يحفظه لينا يا رب. قولوا امين. مفيش احلى من كده. تعالوا نبص بس على رأي إبراهيم نصر الله يرحمه. ده بقى روعة. موبايل كاميرته حلوة وحد بيعرف يصور وتاخدوا أحلى صور على النيل. برضو تعالوا نبص بس. يا سلام. قاعدة كمان زي ما قلت لحضراتكم، مفيش قاعدة زي التانية. وهم كمان ممكن يفرشوا المكان هنا او المكان اللي فوق اللي شفناه في الاول زي ما هتشوفوا في الصور. لو حد عايز يعمل فرح او كتب كتاب او اي مناسبة خاصة، بيجهزوا المكان ويفرشوه ويبقى احلى قاعدة على النيل. ده المنيو بتاع الكافيه، بسيط، مشروبات. كل الامنيات لحضراتكم بقضاء اسعد الاوقات. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.